لو كسرت الغصن هتطير. كان في ملك جاله هدية غريبة عبارة عن صقرين، والملك ده كان بيعشق الصقور، فجاب احسن مدرب صقور في البلد علشان يعلمهم يطيروا. واحد فيهم اتدرب وبقى بيطير ببراعة وكله تمام، والتاني واقف ثابت مش بيتحرك يوم ورا يوم، والمدرب مش عارف يحركه من مكانه ابدا. الملك اتضايق، جاب اكبر علماء الطيور عشان يحللوا ليه الصقر ده ما بيطيرش ويعالجوه. برضه مفيش فايدة، لحد ما جه واحد فلاح بسيط وقال باللغة العامية كده سيبوهولي انا هعرف اخليه يطير. وبعد كام ساعة الصقر طار. الملك اتجنن من الفضول، انت عملت ايه محدش قدر يعمله؟ يعني جايب متخصصين وما طارش. الفلاح قال له ببساطة كسرت الغصن اللي كان واقف عليه، شلت الحاجة اللي هو بيلتجئ ليها، فهو هيضطر يطير لانه ما عندوش اختيار تاني. يمكن تحس القصة دي بسيطة بس فيها حاجة شبهنا جدا. في كل واحد فينا صقر مش عايز يطير، ماسك في غصن اسمه روتين، اسمه خوف، اسمه انا كده مرتاح، مع انك مش مرتاح بس خايف تتغير. احنا مستنيين دايما حاجة خارجية تكسر الغصن، مشكلة كبيرة، خسارة، أزمة، عشان نبدأ نتحرك. ليه نستنى لحد ما الحياة تكسر كل حاجة حوالينا؟ ليه ما نكونش احنا اللي نكسر الغصن بإيدينا؟ يمكن أول طيران هيكون مرعب، بس بعدها هنكتشف إننا مخلوقين عشان نطير. سكون الذات مش إنك تفضل ثابت، سكون الذات إنك تتحرك انت فاهم نفسك. لو حسيت ان الكلام بيقربك من نفسك يبقى خلي الرحلة دي تكمل. اشترك مش عشان الرقم يزيد، لكن عشان ما تفلتش منك اللحظة اللي ممكن تغير حياتك. لو الكلام ده بيحرك حاجة جواك ادي لنفسك فرصة واضغط اشتراك.